السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتاكيتي، الكفته دي رجعت من المطار، كانت رايحه الامارات، كنت عاملاها لواحده حبيبتي، وبعد ما عملتها لها وطلبت مني بط، المهم عملتها لها. هقول لكم على حكايه الكفته الاول. المهم عملت لها الكفته، بعد كده قالت لي ايه، حطي لي فيها شطه كتير عشان انا ايه بحبها اكلها من ايدك، وحطي لي فيها شطه. رجعت لها قالت لي لا انا عاوزه بط عشان الامارات ما فيهاش بط وانا مش هاخد الكفته. المهم قلت يا بنت حطي لها الكفته، انت خلاص عملتيها وحطيتي فيها شطه كتير، وجبت لها البط. بس انا مستغربه ازاي الامارات ما فيهاش بط يا جماعه. ما علينا، راحت واخده البط رجعها لي الكفته. قلت لها كده طيب ماشي. قلت والله بعد ما كنت هعمل لهم النهارده باميه، قلت يلا رزقنا نتغدوا احنا بالكفته النهارده. اي نعم هم هنا مش بيحبوها مشطشطه قوي كده، لان هي يلا بتحب الشطه فيها كتير قوي قوي، يعني انا حاطه لها ربع كيلو شطه فيها، بس يلا مش مشكله، هم هياكلوا يشطشطوا. بس انا بصراحه يا جماعه والله العظيم يعني انا كنت عاملاها لها حلوه قوي، بس وهي كمان بتحبها، بس هي خافت جوزها ياكل منها عشان هو تعبان فيعي اكتر. فقالت لي لا انا عارفاه اول ما احطها قدام منه هياكل منها. قالت لي انا هاخد البط ويلا، لا انا مش هاخد كفته. المهم رزقنا احنا، قلت لها خلاص هعملها النهارده لنا على الغدا. قلت لها بس والله هعديها لك. ما علينا، رحت ايه جايباها على بال طبعا ما جت، انا كنت حاطاها في الفريزر كمان على بال ما جت فكت. قلت بنتي اعملي شويه صلصه واعملي حبه رز معاهم، وبعد ما كنت هعمل لهم النهارده كتاكيتي ايه باميه ورز، النهارده غداهم هيبقى كفته ورز. العيال هتصدموا، بس مش ده اللي قاطع فيا، انا اللي قاطع فيا ان اللي هياكل واحده كفته هيشطشط، لانها مشطشطه بجد بجد بجد، حاجه كده مولعه نار. ما علينا، انا قلت لها هي يعني انا مستغربه يا جماعه، يعني انا قبل ما اقول لكم انا في حاجه مستغربه لها، ازاي دوله زي الامارات دي ما فيهاش بط؟ ليه السكان ما بياكلوش بط؟ مستغربه قوي الموضوع ده. قالت لي انا دورت على بط ما لقيتش. قلت لها ولا حتى في اي مول؟ قالت لي ولا في اي مول. قلت لها غريبه قوي. ما علينا، قلت لها ماشي يا ستي، البط اهو راح لك من مصر لحد الامارات بألف هنا. والكفته بقى قلنا بقى ايه، كل لقمه بتندي اكلها. الظاهر ربنا ما كانش قاسم نصيب ان الكفته دي تروح الامارات، ربنا قاسم ان الكفته دي ناكلوها احنا هنا النهارده نتغدوا بيها. المهم قلت بقى اعملي شويه الصلصه دول، طبعا هم هيتصدموا النهارده لان هم النهارده كانوا ايه متعشمين، قالوا احنا اول الشهر عاوزين باميه باللحمه، فهيلاقوا كفته، بس الكفته برده معموله باللحمه. بس انا اللي صعبان عليا اللي هم هيشوفوه مني النهارده ان هي فيها كميه شطه جامده قوي. شايفين الكفته؟ والله العظيم كنت عاملاها لها تحفه. شوفوا تحفه كده. انا حطيت الصلصه اهي بدات هي تغلي، وتبلتها طبعا بملح وفلفل وكل حاجه. انا قاعده بحكي معاكم وما قلتلكمش ان انا حطيت الملح والفلفل، لان الموضوع ده على قد عاوزه اقول لكم ان انا متضايقه منها بجد، متضايقه. يا ريتها كانت خدتها وكانت يا ست ما كانتش كلتها قدام جوزها، فانا متضايقه صراحه. ما علينا، ادي حله الرز بالشعريه، وادي الصلصه هي ظبطتها وحطيت لها الملح والفلفل، واكيد وانتوا بتتفرجوا شوفوني بقى وانا بحط الملح والفلفل. المره دي ما رضيتش اشرح، انا بقول انا بعمل ايه عشان عاوزاكم تعذروني، بس تعذروني انتوا لو واحده فيكم بتتفرج عليا من الامارات كده او من اي دول الخليج، وتكون طالبه من بلد ثانيه حاجه تروح لها، وبعد ما الحاجه تروح تقول لا انا هاخد دي، وهي الحاجه في المطار قالت انا هاخد البط ومش هاخد الكفته عشان انا عارفه ان جوزي هيضعف ياكل. قلت يلا خلاص ورزقنا. المهم ادي حله الرز بالشعريه، وادي الصلصه هي بدات تغلي، هحط فيها الكفته. والله العظيم كفته ما اقولكوش يا جماعه، عاملاها لها تحفه. وقالت لي انا عاوزه شطه حمراء تفرميها كده مع اللحمه عشان بحبها مشطشطه، هي بتحب الحاجات فيها شطه كتير. حتى البط اللي انا بعته لها قالت لي اعملي لي في قلبه ورق عنب وحشيه ومشط، يعني بصوا، بس عشان هي كانت عارفه ان هو اللي هياكل منه سبحان الله، قالت لي ما تحطيش في شطه. بس دي بعد ما قالت لي حطي رجعت تاني خافت احسن هو ياكل منها، فقالت لي لا بلاش. المهم الصلصه هي غلت، قلت بقى يا بنتي ايه اسقطي بقى كده ايه الكفته على بال ما الرز يطيب. هما طبعا دلوقتي هيشموا الريحه هنا، هيصحوا مش هيشموا ريحه باميه، هيشموا ريحه كفته. انا بقالي فيديوهين قاعده اقول لكم هعمل لهم الباميه هعمل لهم الباميه، بس ان شاء الله هعمل لهم الباميه، ان شاء الله هعمل لهم باميه. انا وعدتهم كذا مره ان هم طالبين مني الباميه، نفسهم فيها، وخصوصا الواد بودي.
وانا حاسه دلوقتي ان باب الاوضه اول الكفته دي ما هتغلى باب الاوضه هيتفتح وهلاقي الاستاذ بودي بقى داخل يقول لي عملت لنا ايه النهارده. انا مش شامم ريحه باميه، انا شامم ريحه كفته. هقول له الكفته رجعت من المطار للاسف ما سافرتش. ادي الرز اهو لما اشوفه اهو، الرز اهو استوى الحمد لله اهو، وهو ورايا دلوقتي خلاص، يعني هو خلاص فتح الباب وقف ورايا دلوقتي. الرز اهو استوى طفيت عنه. اما اشوف بقى الكفته. هي الكفته عامه بحب اخليها تاخد لها غلوه كده في الصلصه، ما بحبش اخليها كتير في الصلصه. الكفته اهي زي الفل سبحان الله، كل لقمه بتنادي اكلها ربنا. وانا بعملها كنت بعملها في نيتي ان هي لنسرين ربنا يجيبها بالسلامه. سبحان الله ان هي مقسومه لنا احنا اللي ناكلها، كل لقمه صح بتنادي اكلها. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك، ويا ريت لو حد في الامارات ولا في دول الخليج يقول لي هم عندهم بط زينا ولا ما عندهمش. اصل ساعه ما طلبت مني البط ان انا من هنا يروح الامارات انا استغربت. فيا ريت تقولوا لي ليه الامارات ما فيهاش بط؟ ليه يعني؟ هو البط ده على الاقل المفروض يكون موجود في السوبر ماركت الكبير، بس هي قالت لي دورت عليه ما لقيتش. على العموم ريحه الكفته طلعت والاستاذ بودي واقف ورايا. بصوا انا هاخد صباع كفته اهو شايفين، بيقول لي دوقيني. انت هتدوق يا حبيبي، هتشطشط دلوقتي، هتشطشط من النار اللي في الكفته. بصوا قاعد يشد في ايدي، الصباع مش عاوز يتخطى، انا اديتهوله اخر ما زهقت اديتله الشوكه بصباع الكفته. شايفين الحلاوه؟ ريحتها تجنن. وبيني وبينكم الشطه برده بتبقى ايه، الشطه مع التوابل عاطيلها ريحه حلوه. بس في ناس كتير قوي يا جماعه ما بتحبش الكفته محطوط عليها شطه كتير. على العموم يلا نصيبنا ورزقنا ان احنا ناكلوها النهارده، ويومكم سعيد، وربنا يجعل يومكم كله خير وهنا وسعاده، واللي نفسه في حاجه يحققها يا رب، وربنا يخليها هي كمان لجوزها.